يقول لك ترضى تبقى انسان عادي؟ يا رب ابقى انسان عادي. انت يا رب ابقى انسان عادي. يا اخي ده الجنه اكثر اهل الجنه من الضعفاء والمخلصين. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما تنصرون بمين بقى؟ بالضعفاء، بدعائهم واخلاصهم. هو ده اللي الامه بتنصر بدول. خلاص؟ فيعني الامه بتنصر بمين؟ بايه؟ ضعفاء. الضعيف ده بيعمل ايه؟ الاخلاص والدعاء. الامه بتنصر بده. فيا رب يا رب تبقى انت مع من احد الناس. واحد يقول لك ايه بس انا نفسي ابقى مميز في ايه؟ في ايه؟ يعني دي الفكره. قدراتك قد ايه؟ ايه المتاح؟ ايه المتاح؟ لو حاجه خارج الاستطاعه، بعد يقول طب انا اعرف منين استطاعتي؟ تجرب اشياء واقعيه. كل ما حاجه واقعيه تعرف تعملها بكفاءه ارفع حاجه فوقيها. لو لقيت كل الحاجات بتأدي فيها اداء معقول في العموم يبقى دي قدراتك، زود حاجه تانية. لو مش قادر، لو عجزت في هذه فانت عن غيري اعجز. يعني ما مش عارف تعمل ده هتعمل دي. واحد بيقول لك ايه بتشيل كام بنش؟ 70. طب ما تيجي نجرب 180. ما لما انت ما تجربش 70 هتفلح في ال 180. خلاص وهكذا. طيب احنا قلنا ايه؟ وصلنا ده يعني ان الدعوه للتميز تكون مش بشكل عام، يعني المفروض اصلا مبقاش في دعوه للتميز بشكل مبالغ. هو الناس فاهمه فكره التميز غلط. يعني ايوه فكره انه ما هي بقول لك انا عايز ابقى خطير، عايز ابقى خطير. ما هو مش كل الناس تبقى يعني. هو فكره ايه؟ هو مين قال لك ان رب الناس خلق الناس كلها في ميزان واحد؟ في واحد يقول لك ايه يعني هو احسن مني. يا بيه مش احسن منك. هو كل الناس عارفين ان هي ايه فكره ايه؟ ده واحد ردانه قوه، رب العزه قوه بدنيه، فيسالوا عن الجهاد وعلى نصره الحق وعلى مساعده الملهوف وذا الحاجه وبتاع. واحد ربنا خلقه وعوده خفيف وبتاع، يعمل ايه ده؟ لو جاهد فضيله، زي ما حديث الصحابه لما ضحكوا من سيدنا عبد الله بن مسعود، فالنبي ايه ردهم لميزان تاني، قال لهم هم بقى في رجل ساق ابن مسعود دي في ميزان الله عز وجل اتقل من احد. خلاص؟ فاداهم ميزان. لما عدى رجل سمين حسن الهيئه بتاع، فقالوا لهم ما تقولون في هذا؟ قال هذا ايه؟ حري اذا تكلم يسمع، واذا نكح ينكح، واذا يعني ايه؟ هو ده وده كل الناس كده. بني الناس مقبولين على ده. احنا كبشر لو واحد دخل لابس بدله وبتاع مش عارفين الناس ايه هتنصرف. لو واحد دخل بجلابيه بسيطه وبتاع الناس ايه ده. احنا كبني ادمين لو واحد راكب عربيه لا ده هو ركبوه عربيه تويوتا كورولا، بعد كده ادوا له عربيه بي ام دبليو، وبعد كده جابوا له عربيه هامر كبيره جدا، وهو سايق سيكولوجيا بيتغير، افرازات جسمه بتتغير والله. ليه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خيل. النبي كان بيركب خيل وبيركب جمل ليه ناقه، وكان عامه ركوبه بغله. فكرة ايه؟ ان هو مش من عجز. هو النبي يقدر يعمل ده، اساس البيت والاكل والشرب النبي يقدر يجيب اكتر من كده. هو ده معنى الزهد مع القدره. خلاص؟ ليه؟ حاجه فكره التواضع وفكره الزهد في الدنيا وفكره الورع، ده داخل كل ده معانا. الشاهد نرجع تاني. الفكره اللي احنا كنا قبل ما نسيبها، فكره ان انا عايز اتميز. عايز تتميز في قدرات غيرك مش هينفع. تتميز في قدراتك انت تتميز في قدراتك انت ينفع فيها. طب انا مش فالح في ولا حاجه، دي وحشه؟ لا مش وحشه. الراجل قال له ايه؟ ليه مش وحشه يا اخوانا؟ احنا ايه المحك اللي في الدنيا؟ احنا عايزين نروح فين من الاخر؟ احنا عايز اخش الجنه. يقول لك طب اخش الجنه وانا مش متميز؟ مفيش اي احتفالات. ما يا بيه هتدخل، ما لو دخلت الجنه هتبقى متميز يا حلوه. يعني ما الجنه ده تميز. الجنه دي يعني انت جايب 95 في اي حد هيخش الجنه يا اخوانا يبقى متميز. دي حاجه مهمه. الفلاح ان انت تخش الجنه ده فلاح، يعني انت فالح لو دخلت الجنه. فالنبي الراجل قال له يا رسول الله دلني على ايه؟ على امر رجل يسال على شيء يدخله الجنه. فالنبي قال له ايه؟ قال له يجاهد في سبيل الله؟ فقال لا يقتل. فقال له امر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ قال لا يقتل. قال له ينفق نفق حتى يفني المال اللي في ايده؟ قال لا يقتل. قال يعين الملهوف والضعيف وذا الحاجه اي حد عايز مساعده؟ قال لا يقتل. ده مفيش تميز خالص. لا جهاد ولا امر معروف عن نهي عن منكر ولا نفقه ولا مساعده. طب اعمل عمل طوعي ما يقدرش. عارف اكيد واحد ساله قال له يا رسول الله، فقال له دلوقتي اكيد، قال له جاهد، قال له ما اقدرش. قال له تامر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ قال له ما اقدرش. قال له خلاص تنفق معيش.
خلاص ساعد الناس، ما اقدرش، انا عايز اتميز كل ده. هو برضه ليه؟ لان دخول الجنه تميز بل اعلى سلم التميز. فالنبي ضحك قال له اراك لا تترك لصاحبك شيئا من المعروف، ما انت كده خلاص مش، طب ادخله الجنه يخش الجنه ازاي؟ فالنبي قال له ايه؟ قال له يحجز اذى عن الناس، كلام بهذا المعنى، يحجز اذى عن الناس فيدخل الجنه. لو عمل